مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما اننا دخلنا الخياميه فانا بقول يلا بقى بالمره نخش تحت الربع ونشوف فوانيس رمضان بتاع زمان، المعدن اللي كلنا بنحبها، وهو ده المنبع يعني ارخص من بره بكتير. بصوا يا جماعه بنخش من الخياميه ازاي اللي تحت الربع اهو. ده باب زويل اهو، بنيجي نقف هنا اهو ونروح داخلين يمين اهو كده، هو ده. وهتلاقوا مكتوب هنا اهو شارع احمد ماهر اللي هو اصلا تحت الربع يعني. الحاج انا دايما باجي اشتري من عنده، ابو يوسف بشتري من عنده كمان. بصوا الفانوس ده انا بصراحه اول مره اشوفه، شكله جميل جدا اهو. في بقى الاحجام وبتختلف بقى الاسعار. هو مش هيقول اسعار لان في جمله وفي قطاعي فهتختلف. في حد هياخد فانوس كبير غير فانوس صغير، هياخد مثلا قطعتين غير ال10، يعني كل واحد بيبقى ليه سعر. ماشي. بصوا بقى ده كمان، بصوا الحجم ده تحفه لو حد عنده مكان واسع. غير كده بقى عندكم بقى ايه الحجم الصغير ده بس. بصوا تحفه طبعا، تحفه. بس عايزه اقول لكم حاجه، يعني هو مش غالي عشان تكونوا فاكرين هو ما بيقولش اسعار عشان غالي. هو اللي بيصنع وبيديكوا اسعار بما يرضي الله. والله فعلا مش يعني انا كنت حاضره بيعه دلوقتي فانا بقول لكم حاجه مش غاليه، بس هو بيحرج ان هو يتكلم في الحاجات دي بس كده. ابو يوسف اهو، احلى ضحكه والله العظيم. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانت طيب. برضه بصوا يا جماعه احنا كنا لسه بنتكلم يعني، وكان في زباين بنقول الحاجات دي نازله موضه، فنانيس ما بتروحش عليه خالص. بصوا يعني رمضان من غير الحاجات دي على سفرتكم يعني مش هتبقى ظابطه قوي. لازم مش كده، لازم فنانيس يضحكنا. الراجل العجوز اللي حيران مع فنانيس يعني كده، لازم كده. دول بكام؟ 120 اللي هو المقاس ده 120. المقاس الاكبر ب 200. بصوا المبخره دي حلوه قوي، ونحط يعني الفحم هنا. حلوه قوي. اي حاجه من دي ب 100. حلوين قوي والله يا جماعه. الاشكال دي تحفه. ب 20 ده ستيكر يا جماعه. انا بجيب الحاجات دي بحطها عندي في المطبخ الحقيقه. ب 10. ده ب 10. حلو قوي الحاجات دي. واقفه مع القمر ده. شكرا. زي ما انتم شايفين كده الزحمه ان شاء الله. اعمل ايه؟ اصور طمطميه. هو في رمضان من غير طمطم وبوجي؟ اهو يا جماعه. العرايس بكام طيب؟ سعر جمله 85. كل الاشخاص بوجي طمطم. يعني لو حد ياخد واحده بس هتحسبها له جمله؟ يعني السعر للكل. وانت طيب. طب والصينيه؟ 95. بصوا يا جماعه، بصوا الفوانيس الحلوه دي. 55. ده ب 300. الحاجات دي كلها 300. 125. ده دول ب 125. ده 300 طبعا. ده الحاجات دي 55 جنيه. 55 و85 الكعبه. الكعبه 85. عندي المشربيه بكام ده؟ 90. والكام العربيه؟ دي عربيه صح؟ الاميرات 175 الاميرات. حلوه قوي. 60 ب 60 يا جماعه لو سامعيننا. دي كام؟ 85. 85 دي اكبر شويه. بصوا يا جماعه انا بامانه يعني بحب الفوانيس دي جدا، يعني حتى لما قررت اشتري اشتريت من دول. بحس ان في روح مصر وروح رمضان بجد. ما اعرفش يعني انا مرتبطه عاطفيا جدا بالفوانيس اللي هي المعدن دي. الفواسيس الجديده مش حساها يعني، مش جايه معايا سكه بصراحه. اهو هنقف دلوقتي برضو عند حد ونشوف الاسعار، بس مش كل الناس عندها قابليه انها تقول اسعار، فاحنا برضو لازم نحترم رغبه الناس. هم مش عايزين يقولوا اسعار فما بنقولش اسعار. بصوا الحاجات دي، بصوا عندهم فوانيس كوز برضو كده اهوت، وعندهم كل الحاجه اهم.
بصوا يا جماعه دول الصغننين دول والله تحفه، بيتعمل بيهم ديكور رهيب رهيب. يعني تجيبوا مثلا سبت وقلتين واعملوا ديكور في البيت قاعده عربي كده، يا سلام. بصوا يا جماعه، كان قبل كده الفيديوهات اللي قبل كده كنت بصور دايما تحت باب سويلة صديقنا بتاع الشمع والفوانيس وكده. فتح بقى مكان جديد في الشارع بتاع تحت الرابع اهو، ده الدخله بتاعته اهو. بصوا مكان تحفه، وحاطط طبعا عارض هنا المكان اكبر، فعارض حاجات اكتر واحلى اهو. بصوا قالوا هنا بقى، بصوا في حاجات هي مكتوب عليها سعرها، هنشوفها وتبقوا انتوا عارفين الرينج الحاجه بقى بكام. وفي اشكال جديده جدا يعني. بصوا الاشكال. يا جماعه هي الحاجه على سعرها تعالى يا باشا. بصراحه حلوه جدا، في الحقيقه كمان احلى. بصوا طبعا المقاسات الكبيره دي محتاجه حد يكون عنده مساحه تسمح بده، وطبعا اغلى من الحاجات الصغيره، ده طبيعي يعني. بصوا كمان الحاجات دي يا جماعه، تعالوا نبص برضه على الحاجات دي. تحفه بصراحه. بص كمان الحاجات دي شيك قوي في التقديم بجد يعني، ونازلين موضه دول. بصوا ودي فوانيس بقى مش معدن، ما اظنش انها معدن. هي دي معدن؟ معدن؟ اللهم صل على النبي. مش لحم ازير، ده لحم نحاس من جوه. بصوا الالوان بتاعته، ده بيتباع طقم على بعضه، فاكيد ليه استخدامه وامان الاماكن اللي يتحط فيها. في هنا اهو نخرج بقى برضو للاشكال ايه العاديه بتاعتنا اللي متعارف عليها، اللي هي العاديه. نخش عند حد ونشوف الاسعار دلوقتي برضو. بس بصوا هو الشارع كله عايزه اقول لكم حاجه بس بناء عن التجربه، يعني الشارع كله فيه فوانيس، فيه فصول فيه فصول، بس لو هو مرضيش يبيع لك اعرفي ان هو ما عندوش مكسب خالص. وصدقوني برضو عن تجربه هنا ارخص من بره بكتير جدا، فما تستخسروش يعني تقولوا لا ده غالي ده مش عارفه ايه. وانا بالنسبه لي حاجه زي كده مثلا فانوس هيتجاب مره واحده مثلا في العمر، مش كل يوم هتجيبوا فانوس كبير وتحطوه. حاجات عاديه بقى بتاعت رمضان، بس احنا اتفرجنا على كتير فمش عايزه اقف عليها عشان احنا شفنا كتير خلاص. صباحكم فل يا رجاله. بصوا الحاجات اللي فوق الامتحان هيطير، اوصلكوا طيب جدع وطيب، طب شدوا حيلكم. المسيره بتاعتنا. بصوا هنا الشارع كمان في كل حاجه، يعني لو حد جاي من ناحيه مديريه امن القاهره ودخل هنا هيكون كافي بالنسبه له ان هو يخش الخيميه كلها، لان هيلاقي هنا كل حاجه، هيلاقي الفوانيس، المفارش، العياشات، الكهرباء،
كله، لكن انا الخياميه بحب اشتري منها، والفانوس اجيله هنا، يعني هو تقليد تقليد. كل سنه وانت طيب يا حاج. اخباركم ايه؟ الحاج كبير المنطقه عشان تبقوا عارفين، تحت الرابع يعني الحاج على طول، يعني ما تدوروش كتير. بصوا الاشكال، طبعا هي الفوانيس الحلوه بتاعتنا يعني، والحاج عنده كل الاسعار وبيحب يريح الزباين على فكره. بصوا دي بقى الاشكال والماتيريال ومش عارفه ايه. الاسعار حلوه السنه دي يا حاج؟ حلوه يعني مريحه الزبون. ما انا عارفه لا ده فانوسنا، ده فانوسنا يعني. الله يخليك، الله يخليك. عارفه يا حاج، عارفه طبعا. حد يقدر يقول ان الفانوس ده مش مصري؟ السلام عليكم. بصوا يا جماعه، هو عندهم كل الحاجات يعني ب 200 جنيه جمله. تمام. او قطاعي ماشي مفيش مشاكل. تمام. ده يقف ب 80. 80 حلو. الكبير ده بقى مثلا ده اهو، بصوا يا جماعه ده حجمه اهو، بصوا ده متر و20. متر و20 اه 600 جنيه. الفضي. ده ب 600. الذهبي ده ب 1000 جنيه. ب 1000. ابو ولاد ابو ولاد اللي هو اساس الفوانيس. ايوه ابو ولاد ده ب 1000 جنيه. ب 1000 جنيه. الكبير خالص ده ب 1100. بصوا يا جماعه الشغل من قريب اهو، بصوا ده الشغل من قريب اهو ب 1100. وده اهو من قريب واللي هم اللي هم متوسطين دول وانا وريتهولك بقى اللي هو زي ده. في بقى الاشكال دي. ماشي يا حاج. 180 حلو قوي. ده جمله وقطاعي؟ لا ما يجي واحد عايز واحد ما بنقولوش لا عشان ما نحرجوش، عشان خلي بالكم هنا جمله بس الحاج بيراضي الكل يعني في الاخر. طب والصغنون ده؟ الصغير ده بقى 45. حلو. والرينج بقى كده يعني مثلا اغلى حاجه ايه؟ اغلى حاجه بصوا الحجم اللي هنشوفه اغلى حاجه يعني. بص اطول مني ده اطول مني بجد يا جماعه. ده مترين و40. مش بقول لكم مترين و40. ده بكام يا حاج؟ ده ب 2000. ده بس خلي بالكم ده عايز بقى مكان واسع، فيلا، محل محل كافيه، مول، مدخل عماره، مش عايز شقه صغيره. ده مترين و40. بس ده شغل عربي عربسك. شغل عربي اقوى من الشغل ده. ما هو باين عليه. ده كام يا حاج؟ 2600. يعني زياده 600 جنيه. بصوا يا جماعه عشان الحاج بس بيقول لكم شغل عربسك تبقوا عارفين هو قصده ايه. لا وحلو وبيلمع لمعه. جماعه رمضان هو ده الفانوس بتاعه، محدش يقنعني بقى باي فوانيس تانية صراحه، وشغل ايدينا، وهو ده الفانوس المصري اللي مشهور في الدول العربيه كلها، وكل الدول العربيه بتيجي تاخد من هنا. ده الفانوس المصري. وده بكام يا حاج اللي هو ده؟ تاج الملك. تاج الملك. تاج الملك ده 500 جنيه. حلو قوي يا جماعه، هو شيك جدا على الحقيقه كمان. يعني الاسعار حلوه بالنسبه ان انتوا هتجيبوا حاجه. لو هتجيبوا فانوس كبير فالفانوس سعره مناسب، واللي بيجيب فانوس كبير كده ما بيجيبش كل سنه، بيجيبه بيعيش معاه، وده حلاوته ان هو فانوس بيعيش. انا الحاج اهو انا ما بصورش اللي معاه كل سنه، بقعد اصور في المحلات لكن ما بسمعش اسعار الا منه هو صراحه. فربنا يبارك لك يا حاج، وربنا يخليك، وكل سنه وعقبال كل سنه اجي اصور معاك انت. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب يا حاج. شكرا يا حاج. شكرا. وريهم النجمه بقى. انهي النجمه الجديده؟ لا ورقه نشوفها يا حاج. بصوا ده النجمه الجديده. بصوا ده فانوس شايل كذا فانوس.
الله بصوا ده بكام يا حاج ده؟ يعني ده النجمه ب 2000. حلو قوي قوي قوي. بصوا ده اجد حاجه يعني اجد شكل. يا جماعه الاسعار هنا غير بره خالص، فتعالوا هنا اشتروا الفانوس بتاع رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اديكم شايفين الاشكال كلها، الاحجام الكبيره بس اللي كنتوا بتسمعوا فيها ارقام كبيره، وطبعا ده عشان الحجم. وفي كذا ماتيريال يعني، في الحلو وفي النص نص وفي الشعبي اللي هم بيسموه شغل شعبي، لكن كلهم حلوين جدا وكلهم عمليين جدا. بصوا كل سنه وانت طيب يا حاج. طيبه يا باشا، رمضان كريم. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم.